فريقا نضاليا مقاوما يحارب الاستعمار، وأن الرياضة كانت فيه واجهة فقط، كانت تغطية للعمل الفدائي. والولادة الثانية أن الوداد أصبحت فريقا وطنيا بعد الاستقلال يتنافس على البطولات والألقاب، وحصل على جميع الألقاب بإذن الله تعالى. الوداد ليست فريقا عاديا كجميع الأندية، ولهذا ما نطلبه من الوداديين هو أكثر مما يطلب من الآخرين. الكراهية، فكل ما من يدفع الكراهية فليس بودادي، وهذه هي هذا هو المبدأ الذي أريدكم أن تسيروا عليه. وشكرا. يكون بداية خير، يكون خطوة باش يمكن ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا الموسم هذا اي وداد واي محب كيقرا على الوداد يشوف داكشي اللي كنتمناه. كنظن بان المباراة ديال الناس نتيجة الإصابة الثالثة، فكانت الإصابة الرابعة هي اللي شفنا في الكراكا بين الأنصار بين الفصائل الودادية وبين الأنصار اللي كان بيناتهم واحد المشكل اللي كنظن انتهى، واللي كنتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا الاجتماع وهذا الاتحاد يكون فيه الخير علينا، لان الوداد محتاجه الجمهور ديالنا، محتاجه العشاق تاعها، محتاجه الجمعيات تاعها، وبالاخص فهاد الوقت حنا كاوتور تقني ديال الوداد او كمسؤولين عن القطاع التقني بغينا نشوفوا الكوليكتيف، وبغينا نشوفوا هذاك الجمهور. الوداد هي اسم الوداد هو المودة والأخاء، وكنتمنى على الله باش هذوك الناس يتصالحوا ورجعوا الجمهور ديالنا كما قال اخ الزكي بالتفوات اللي معودين عليهم. كما قال بان الوداد بلا جمهور كما ما تيكونش واحد الحافز بالنسبه للاعبين، هو اللي تيحفز اللاعبين. فاللاعب لما تيشوف الجمهور موجود في الملعب وكله تيشجعو فهو تيزيد العطاء ديالو. تنتمنى على الله باش يتحدوا ويكون يد في يد ونزيدوا قدام ان شاء الله. مباراة سعيد للجميع، الكل اللي حضرنا كنرحبوا به كوداد، كأكس الوداد، كمركز كأكس الوداد، الكل يتلشطوا هذا الجمع المحترم، هذا الجمع القوي اللي فيه كل ابناء الوداد سواء الجمهور او اللاعبين القدماء او اللاعبين الجدد او الاوضاع التقنيه. الكل الحمد لله كيفرح ملي كتكون الوداد مجموعه، عارف انها قويه، دائما كيقولوا لينيون في لا فورس، دائما اذا تجمعنا غادي نعطيو صوره حقيقيه كتكون الوداد قويه. فعلا الوداد بلا جمهور ما يمكنش نصوروها، لان القوه اللي استبدلت الوداد الواد السنين كما ذكر السي بوكاش ابراهيم الوداد ديال 37 كان دائما بالجماهير، هذه الجماهير اللي كتستنفذ الوداد وكتعطيها باش تحقق القاب، تحقق النتائج اللي كنطلعوا عليها كاملين، اللي ما كتسمعوش على ان الوداد الا انها تحقق الالقاب. فلهذا خصنا دائما نطلب منا جميعا كمسيرين كلاعبين، لان كنا جمهور، كان واحد الوقت كنكونوا جمهور سواء جينا نسيبوا او لا، الا حنا جمهور فالقاعده الكبيره هي الجماهير. لهذا انا الحمد لله كنتلج الصبر فرحان على انه يكون هذا الجمهور هذا ويلتحم، مادام انه يلتحم فهذا بادره خير ان شاء الله. مع هذا الشهر المحترم والشهر الحرام ان شاء الله غادي تكون نتائج الوداد باش العزيز. ما كنتمناش نقول لك نرجعوا الماضي ولا نذكروا اسم ديال الخلاف باش ما ندخلوش في بوليميك، لان البوليميك سيغذي فقط نقاش عاقل. دابا حنا وداديين علينا ان نثبت حنا وهما، ما كنتمناش نبقى نقول حنا وهما، نقول حنا وحنا اننا فقط اننا كنستاهلوا نبغيو هذه الفرقه اللي كنقولوا انها دار كبيره وشريفه، نتمنى ان نكونوا نستاهلوها. المسائل عارفينها، اما باش نقول لك الفيراج ما ديال حتى شي واحد، ولكن التنظيم ديالو راه كاع كنبغيو الوداد، ماشي كاع كنا غنمشيو ندربوا الوداد، راه كاع كنبغيو الوداد ماشي غنمشيو نترقصوها. هنا فين كاين الفيراج اللي قلت لك انا ماشي حنا واعرين ولا كشار ولا حنا بالفعل عندنا نسبه كثيره، عندنا سافوار فير كون دو اكسبلوطي لو ديال البيت،
علاش؟ باش نشرفوا هاد الفرقه اللي كنبغيو كاملين. يعني انا نسمح في حقي وهو يسمح في حقه ونتنازلوا، حيت لا باز ديال النيغوسياسيون هي فقط تنازلات، وكل واحد كيتنازل بناء على مراكز ديال القوه ديال الاخر. حنا وداديين كاملين، ولكن الخدمه راه حاجه اخرى، حيت سينو راه غتولي لانارشي، غتولي الفوضى. وكما كاين الزاك كيبغي لا ديسيبلين حتى في الفرقه، حتى حنا كنبغيو لا ديسيبلين حتى في الجمهور. وكنواعد من هنا ان وكنتلتزم بها ان جمهور الوداد سيكون انه جمهور الوداد هو دائما كان جمهور اللي مقبل متخلق. وحنا عارفين ان كاين هناك اسباب، كاين حوايج اخرى، ودرنا نوتخ بروبر دياغنوستيك، درنا فحص شامل الحاله، وانا اوريدي المشاكل اللي كاينه في اجتماعات اخرى. بطبيعه الحال حنا عاد تغيروا بزاف ديال الحوايج، افكار بانوا جداد. جمهور الوداد غيكون ان شاء الله ايد في ايد الغادي في مسيره وحده باش نكونوا نهار عيد المسيره نشرفوا هاد الوطن بعدا اللي عنده داين علينا، ونشرفوا هاد النادي الوداد اللي بالنسبه لنا هو جزء من تاريخ هاد البلاد هذيك. وشكرا. كتمشي على حساب السفره، كتمشي على حساب السبيريت. علاش كانت في الاول؟ الا كنت كذبت يقول لك ما كذبتش. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ما غنبداش بنفس المنطق اللي بدا به هو. غادي نقدم لا ليجوند ديال الوداد، ولا كنظن انني جيت قدام العلماء ديال الوداد، ما غنبقاش نقدم لهم شي حاجه على الوداد ونحكي لهم على الاستعمار، ولا كنظن هما حاكين على راسهم. اي واحد انا غادي يجي يقول لي شنو درت شي مشات شنو هو عارف راسو شنو دير. كنظن الا جيت قدام شي ناس اخرين ما عارفينش لا ليجوند ديال الوداد نقد نعاودها لهم. اول حاجه النزاع كان بيناتنا بسيط، شافوا فيه جوج ديال الناس، واحد جر المقنج والاخر جر المقنج. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الفراج ماشي ديال اي واحد يقول لك غادي نباشي فيك بوحدك، هذه ما كايناش. يباشي فيك بوحدك ما كايناش. هو الزمان ولا قصار، حتى واحد ما غادي يبقى بوحدك داك الفراج، لان داك الفراج استغل في شحال من حاجه. كاين اللي استغلوا في المكتب ديال الوداد، كاين اللي استغلوا في اللعابه، اللي استغلوا في لي كارت ديال لي زار لابون، اللي استغلوا في شحال من حاجه. الوغ ما غنجيوش هنايا باش غادي نقول لكم، الوغ ما غنجيش هنايا باش غادي نقول لكم اسباب. نتوما كاملين وداديين، كنتو تعرفوا عيبنا كنتو ما تعرفوش، يعني كاملين وداديين هنا غادي نفهمين عليها. غير هي داك الفراش مزيان. كنظن ان تشيفو غادي يطلع، هما اللي سبقوا البديره غيطلعوا تشيفو، ولكن الشرط اللي عندنا شرط واحد، حتى شي واحد فينا ما يبغاش تشيفو طلع، وغنتعاونوا كاملين وغنشجعوا كاملين. هذه هي الكلمه اللي عندنا. انا نجاوب انا هادشي. لا غنجاوب انا مسلسل ولا المشكل عارفه هو راه الله يوفقنا بالله العام هو الله يسامح. انا اسمع الحبس انا نفكر كلمه واحده. انا انت دوز معك شي حوايج، دوز انت شي واحد ياك تديروا معك شي واحد. حيت مره من لا معك ماشي جازم. شكون هو؟ شوف انا ما قايفش فيها هو ما تقولش حيدا بالكثير انا بدك تطيب مزيان غدير العشاء ما تمشي خليك لا والله ما صايب واحد كلمه انا بالشكل اللي نقولها.
لاباس. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف شفتوا الان على اساس انه هذا الاجتماع هو كان اجتماع بطلب المكتب، لان شكلنا لجنه ديال التنسيق ما بين الجمعيات والفعاليات الميدانيه، وفعلا ارتئينا من بعد ما وقع ذاك التلاحم ديال الجماهير يوم الخميس الماضي في المباراه ديال نادي الكناسي، فالحمد لله الكل تواصل الكل، فهذاك المشهد يعني ألم فينا وحس في نفسنا، فلهذا خدينا على عاتقنا على اننا خصنا نجمعوا هذه الفعاليات ونشوفوا واش كاين خصام. اذا كان شي خصام خصو يدوب بعضياتنا، خص يتم نشر غسيل بعضنا بعض، والحمد لله كيف شفتوا اليوم الكل خدا الكلمه، الكل دخل اللي كان بيناتهم ذاك النزاع لقيناه في الاخر على انه نزاع شكلي سطحي ماشي شي نزاع جوهري، لانه الجوهر ما هو حب الوداد ما يمكنش واحد يتنازع عليه، فبقات غير الشكليات لي فورماليتي. فالحمد لله اليوم تقاربت هذه النظريات، وملي كيكون التفاوض الكل كيتنازل، خاصه امام الجميع اللي حاضر كيف قلتي من لاعبين من قدماء من مسيرين قدماء من مسيرين حاليا من الجماهير كلها بما فيها يعني. فالحمد لله الكل تنسق، الحمد لله الان الخير غادي يجي لقدام مادام اننا تلحمنا، وغتكون كيف كنقولوا لونيون في لا فورس، رجع الجمهور الوداد اللي بغينا وغادي نمشيو به لقدام. كاين في حق الديربي هو بالنسبه للديربي الحمد لله كيف كتعرفوا الديربي دائما عنده قيمه كبيره في نفوس الجماهير المغربيه، في نفوس حتى الجماهير المتتبعه للشان الرياضي على الصعيد العالمي. فبالنسبه لنا حنا كنا تفاؤل، الحمد لله الديربي ما كيخوفناش. علاش؟ لان كنقولوا هذه محطه دائما خصنا نديروا لها.